النوسة دي صاحبتي. ها كملي. احنا وصلنا لحد فين؟ لحد ما خليتي واحدة من عندك تكلم صاحبة مراته على الموبايل. قالت لها بقى انا الممرضة اللي بشتغل في المستشفى اللي هو فيها، ويا مدام ما ينفعش لازم تكلميها وتقنعيها ان الولاد ييجوا، ده هيتجنن عليهم، ده لوحده حرام في المستشفى، وهو اللي اداني النمرة عشان اكلمك. يا ساتر، ده انتي ولية رخيصة. مش يا جزمة. كملي. وبعدين كنت مخليه طبعا عزت يراقبهم قبل ما يديني، قالوا كنت انا سابقاه على المستشفى، وقعدت بقى اتلم اخزن عليه كده شويه لغايه لما طبوا ومسكونا متقفشين، قصدي متلبسين. يا بنت اللذينة، ده انتي غلبتيني في الوساخ. عيب عليكي كده بقى، ضمنا له الطلاق، نخلص بس من البلوه التانيه ويبقى اتحلت المشكله. لعلمك مش انتي بس اللي عايزة تخلصي منها. عارفه، بس اكرام دي اللي واقفالنا زي اللقمه في الزور. اسكتي، مش كلمتني النهارده الصبح واديتهم لي في جنابي؟ ليه بقى ان شاء الله؟ صايعة. فهمت طبعا ان انا اللي خططت الكمين امبارح، واني كلمتها اقول لها اللي حصل لهشام عشان تقول لحياة وتروحي تقفشيه. انا مش فاهمه، هي اكرام بتحبها قوي كده ليه؟ يكونوش هما الاتنين مع بعض؟ ما افتكرش. اكرام ملهاش فيه. اكرام بتحب الرجاله اكتر من الشوكولا. كلنا يا حبيبتي، انا شخصيا بموت في الرجاله. يمكن عايزه تشغلها معاها. يا ريت يا هند يا سواح، قادر يا كريم تشتغل معاها وتتقفش مع 10 رجاله في شقه في روكسي.